السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طيب خلينا نبقى متفقين كده من الأول، نذاكر أول بأول مع بعض. تمام؟ لازم نحل مسائل بإيدينا ونحل مسائل كتير. اتفقنا؟ طيب الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن حاصل الضرب الديكارتي. قلنا بمنتهى البساطة يعني إيه حاصل الضرب الديكارتي؟ يعني أنا عندي مجموعة بضربها في مجموعة. طيب الناتج بيكون شكله عامل ازاي؟ بيكون عندي برضو مجموعة من الأزواج المرتبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تالتة إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا متفقين اتفاق كده، عايزين نذاكر أول بأول. تمام؟ عشان مفيش دروس تتراكم علينا ونحس إن الدنيا صعبة. اتفقنا؟ طيب هات ورقة وقلم يلا وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. رب يسر لي أمري واشرح لي صدري. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن حاصل الضرب الديكارتي. قلنا بمنتهى البساطة يعني ايه حاصل الضرب الديكارتي؟ يعني انا عندي مجموعة هضربها في مجموعة. طب الناتج كان بيبقى عبارة عن ايه؟ كان بيبقى عبارة عن مجموعة من الأزواج المرتبة. تمام؟ يبقى العناصر بتاعتي بتاع ناتج حاصل الضرب الديكارتي بتكون ايه؟ بتكون ازواج مرتبه. تمام؟ ده كده باختصار اللي خدناه الجزء الاولاني. بعد كده هنكمل بقى باقي الدرس اللي هو العمليات على المجموعات. سهله جدا وخدناها قبل كده. لو عندي المجموعه س عباره عن المجموعه مثلا واحد وثلاثة وخمسة وسبعة. بيقول لي في مجموعه تانية اسمها ص عباره عن ثلاثة وخمسة وثمانية وسبعة. بيقول لي أول حاجة عايز مين؟ عايز س اتحاد صاد. يعني إيه س اتحاد؟ الاتحاد ده يعني قوة. تمام؟ الاتحاد يعني قوة، يعني آخد كل العناصر اللي موجودة في س وصاد. عشان ما تتلخبطش هتكتب السين كلها واحد وثلاثة وخمسة وسبعة. بعد كده تيجي تكتب الصاد. تمام؟ وانت بتكتب الصاد خلي بالك ما تكتبش العنصر مرتين. يعني الصاد ايه؟ ثلاثة، انت كتبت الثلاثة مرة خلاص. خمسة كتبتها مرة خلاص. ثمانية ما كتبتهاش هكتبها. السبعة كتبتها خلاص. طيب تاني حاجة عايز ايه؟ هيجي يقول لي س تقاطع الصاد. تقاطع يعني المشترك بين السين والصاد. الأرقام اللي موجودة هنا وهنا، العناصر اللي موجودة هنا وهنا. تمام؟ يلا الواحد موجود تحت، لا. ثلاثة ثلاثة موجودة هنا وموجودة هنا. خمسة موجودة هنا وموجودة هنا. السبعة موجودة هنا وموجودة هنا. يبقى المجموعة ثلاثة وخمسة وسبعة. طيب تالت حاجة س فرق صاد. يعني ايه س فرق صاد؟ وانا بقول لك لو عندي 5 مربعات اشيل منهم اتنين، صح؟ يبقى انا الخمسة دول اقوم شايل منهم اتنين كده اهو. فيتبقى لي كام مربع؟ 3. يبقى انا الخمسة دول شلت منهم الاتنين. يبقى نفس الكلام س فرق صاد معناه ان انا هكتب السين واشيل منها الصاد. تمام؟ السين مكتوب فيها كام؟ واحد وثلاثة وخمسة وسبعة. هشيل منها اللي موجود في الصاد. الثلاثة دي موجودة في الصاد هشيلها. خمسة موجودة في الصاد هشيلها. السبعة موجودة في الصاد هشيلها. يبقى تبقى لي المجموعة واحد. طب لو جيت قلت لك أنا عايزة صاد فرق السين، يبقى الموجود في الصاد وغير موجود في السين. أو أكتب الصاد وأشيل منه اللي موجود في السين. أي الصاد أهي موجود في السين. 3 موجودة في السين مش هكتبها. 5 موجودة في السين مش هكتبها. 8 موجودة في السين لا يبقى اكتبها. 7 موجودة في السين يبقى مش هكتبها. تمام؟ طيب تعالى نربط بقى الدرس ده بالدرس بتاعنا بتاع حاصل الضرب الديكارتي. شوفوا معايا كده. يلا. بيقول لي إذا كانت السين تساوي المجموعة 2 و3 والصاد 1 و3 و5 والعين بالمجموعة 2. عايز يمثل س وصاد وعين بشكل بن. طيب أنا عشان أمثلها بشكل بن محتاجة أعمل إيه؟
محتاجه اشوف المشترك بين المجموعات اللي انا همثلها عشان اشوف الاشكال بتاعتي هتبقى في تقاطع ما بينهم ولا لا. تمام. طيب السين والصاد ايه المشترك؟ المشترك التلاتة، في تلاتة هنا وفي تلاتة هنا. طيب السين والعين، العين فيها المجموعة اتنين، واصلا العين ما فيهاش الا عنصر واحد بس، صح؟ يبقى معنى كده ان انا العين دي كلها موجودة في السين، لان العين فيها المجموعة اتنين، فيها اتنين بس، والاتنين دي موجودة في السين، معنى كده العين كلها داخل السين. يبقى انا هرسم دايرة كده، ماشي، وجواها دايرة صغننة كده فيها العنصر اتنين، وده بتاع مين؟ بتاع العين. ودي السين اهي فيها كام؟ التلاتة. طيب في مشترك بين السين والصاد، التلاتة موجودة هنا وموجودة هنا، يبقى الدايرة بتاعت الصاد هتبقى مين؟ مع الدايرة بتاعت السين كده. نكبرها كده شوية واكتب عليها ان دي صاد. طيب انا كتبت الصاد اهي تلاتة، في عناصر تانية الواحد والخمسة، يبقى دي الواحد ودي الخمسة، ده كده شكل بقى. تمام. يبقى أول حاجة تشوف المشترك بين المجموعات. تمام. لقيت ان العين عباره عن المجموعه اتنين بس، فكده معناها ان العين كلها موجوده في السين. اروح للصاد، المشترك بين السين والصاد التلاته، يبقى دايره السين والصاد تقاطع في التلاته، واكتب باقي عناصر الصاد. بعد كده كده اول مطلوب. تاني حاجه بيقول لي عايز العين ضرب س تقاطع صاد. امشي جزء جزء عشان ما اتلخبطش واحل المساله صح. هجيب اول حاجه س تقاطع صاد. يلا، ايه المشترك بين السين والصاد؟ احنا لسه قايلين التلات بس، يبقى المجموعة تلاتة. تمام. طيب يلا بقى نجاوب اهو. اقول له عين ضرب س تقاطع صاد. يلا العين بكام؟ مجموعة اتنين، ضرب س تقاطع صاد بالمجموعة تلاتة. هضرب ازاي؟ مادام مجموعة في مجموعة يبقى الناتج هيكون ايه؟ مجموعة من الأزواج المرتبة. الاتنين هتروح للتلاتة بس، يبقى الاتنين مع التلاتة. تمام كده؟ طيب هنشوف تاني واحد. اعمل ايه الاول؟ هل اجيب الجزء ده كده كله على بعضه؟ لا، مش هي واحده واحده. هو اول حاجه بيقول لي عين ضرب س، صح؟ يبقى انا هجيب عين ايه رقم اتنين، عين ضرب س الاول. يلا العين عباره عن المجموعه اتنين، يلا ضرب السين عباره عن المجموعه اتنين وتلاته. مجموعه اضربها في مجموعه يبقى الناتج مجموعه من الازواج المرتبه. المجموعه اهي اهو. إيه اللي هيحصل؟ الاتنين هتروح مع الاتنين والاتنين هتروح مع التلاته، يبقى اتنين وتلاته. سوري، اتنين واتنين الأول عادي، بس هو يعني بمشي بالترتيب بس عشان ما انساش عناصر. يبقى الاتنين مع الاتنين اهي، اتنين مع الاتنين والاتنين مع التلاتة. طيب بعد كده عايز مين؟ ها، بيقول لي عين ضرب الصاد. يلا العين عبارة عن المجموعة اتنين، الصاد عبارة عن المجموعة واحد وتلاتة وخمسة. يلا بتاع قوس مجموع، الاتنين مع الواحد، الاتنين مع التلاتة والاتنين مع الخمسة، يبقى الاتنين مع الواحد، الاتنين مع الاتنين، الاتنين مع الخمسة. هو عايز مين بقى؟ هو عايز التقاطع ما بين، التقاطع بين الاتنين دول. سوري معلش، الاتحاد. تمام، نركز بس في السؤال. وعايز الايه؟ الاتحاد. قلنا الاتحاد يعني هاخد كل العناصر اللي موجودة في المجموعة الأولى والموجودة في المجموعة الثانية. تمام، اهي دي كده بالنسبة لي المجموعة الأولى ودي كده بالنسبة لي المجموعة الثانية، ما دام ده اتحاد يعني هاخد كل العناصر. تمام، يبقى أقول له يلا، يبقى اللي أنت عايزه أقول له عين ضرب السين اتحاد عين ضرب الصاد هيساوي، أفتح أقواس مجموعة يلا
2 و2 اكتبها، 2 و3، بعد كده 2 و1، 2 و2 خلاص كتبتها مرة، ما تبقاش تاني، 2 و5. تمام. يبقى الاتحاد باخد كل العناصر الموجودة هنا وهنا. طب لو كان بدل الاتحاد دي تقاطع، باخد الايه المشترك بس، الاثنين والاثنين موجودة هنا وموجودة هنا. تمام. كنت هقول له كده المجموعة فيها 2 و2. طيب 2 و3 موجودة هنا، لا، يبقى خلاص كده. يبقى هو ده لو كان طلب مين؟ التقاطع. اتفقنا؟ طيب وقف الفيديو بقى، يلا خليني المسألة دي كده، يلا. ماشي، برافو. ايوه لسه معاك، ماشي يلا. ها، بيقول لي س عبارة عن المجموعة واحد واثنين وثلاثة وأربعة، والصاد عبارة عن ثلاثة وأربعة وخمسة. أول حاجة بيقول لي مثل السين والصاد بشكل فين. أول حاجة في مشترك بين السين والصاد، تعال نشوف كده. اه، في الثلاثة هنا والثلاثة هنا، الأربعة موجودة هنا وموجودة هنا. بنرسم دايرتين أهو. يلا إيه المشترك؟ العناصر المشتركة اكتبها الأول. في مين؟ في الثلاثة والأربعة. يبقى هنا الثلاثة أهو، هنا الأربعة. كده كده س، دي كده صاد. س فيها مين؟ كتبت التلاتة وأربعة، يبقى ناقص واحد واتنين، يبقى هنا واحد وهنا اتنين. الصاد كتبت التلاتة والأربعة، يبقى ناقص مين؟ ناقص الخمسة. تمام كده؟ يبقى كده مثلت بشكل بنت. بعد كده نشوف بقى هو عايز ايه. أول حاجة عايز س تقاطع صاد. س تقاطع صاد يعني المشترك اللي موجود هنا وهنا، احنا لسه مطلعين اللي هو كام؟ تلاتة هنا وهنا، الأربعة هنا وهنا، يبقى المجموعة تلاتة وأربعة. طيب بعد كده بيقول لي بقى هو عايز س تقاطع صاد اللي أنا جبتها ضرب الصاد. أعوض وأمشي واحدة واحدة. س تقاطع صاد بالمجموعة تلاتة وأربعة، ضرب الصاد فيها تلاتة وأربعة وخمسة، يبقى هيساوي تنقص مجموعة تلاتة تروح مرة مع التلاتة ومرة مع الأربعة ومرة مع الخمسة. أهو يبقى التلاتة تروح مرة مع التلاتة، التلاتة مرة مع الأربعة، والتلاتة مرة مع الخمسة. الله ينور. طيب وبعدين خلاص كده؟ لأ، ها كم؟ الأربعة دي برضو مرة مع التلاتة، مرة مع الأربعة ومرة مع الخمسة. يبقى الأربعة مرة مع التلاتة، والأربعة مرة مع الأربعة، والأربعة مرة مع الخمسة. في تاني؟ لا خلاص. برافو عليك. تمام. يبقى ده كده ايه؟ أول مطلوب. تاني مطلوب، أهم حاجة بس نقرأ السؤال بالراحة بالراحة عشان ما نتلخبطش. عايز س فرق صاد، خلاص هنجيب له س فرق صاد الأول. يعني ايه س فرق صاد؟ يعني السين اهي واشيل منها الصاد. الصاد فيه 3 و4، يبقى انا اشيل الثلاثه اللي موجوده في الصاد والاربعه اللي موجوده في الصاد. واحد واثنين مش موجودين في الصاد، خلاص يبقى المجموعه واحد واثنين. يلا يبقى اقول له كده بقى س فرق صاد. مالها السين كده؟ ماشي، يبقى دي السين اهي فرق صاد مضروبه في الصاد. يلا س فرق صاد بكام؟ مجموعه واحد واثنين، ضرب الصاد. فين الصاد؟ المجموعة تلاتة وأربعة وخمسة. يلا أمسك الواحد ده مع التلاتة ومع الأربعة ومع الخمسة، بقول له بيساوي الواحد مع التلاتة. لعبة مش بقول لكم، والواحد مع الأربعة والواحد مع الخمسة. أهم حاجة بس نفهم بالراحة، ما نتسرعش في الإجابة، نعمل مسائل خطوة خطوة. تمام. بعد كده الاتنين مع التلاتة، بعد كده الاتنين مع الأربعة، بعد كده الاتنين مع الخمسة بس. تمام. فيها مشاكل؟ طيب شوف رقم 3، فكر معايا وحل.
وقف الفيديو وحل معايا وركز. ركز. هنا عايز مين بقى؟ صاد فرق السين. هي فعلانة بس زعلانة بتقول لك حل. يبقى صاد اهي فرق السين. يعني ايه صاد فرق السين؟ يعني انا معايا الصاد اهي بس هشيل منها السين. 3 دي موجودة في السين يبقى انا هشيل. 4 موجودة في السين يبقى انا هشيل. بقى لي مين؟ الخمسة. طيب وعايز مين؟ وعايز صاد فرق سين مضروبة في سين. صاد فرق سين المجموعة 5. عوض كده بالراحة وهدوء. والسين بواحد واثنين وثلاثة وأربعة. يلا دي سهلة بقى اهي. 5 مع الواحد والخمسة مع الاثنين والخمسة مع الثلاثة والخمسة مع الأربعة. باخد الخمسة مع الواحد كده الخمسة مع الاثنين بعد كده الخمسة مع الثلاثة وبعد كده الخمسة مع الأربعة. لو طلب بقى مني سؤال كده في الامتحان خدنا الحصة اللي فاتت أو الفيديو اللي فات، لو قال لي نون صاد ناقص س ضرب س، يعني عدد العناصر كم عنصر؟ قلنا عناصر حاصل الضرب الديكارتي بتكون عبارة عن أزواج مرتبة. أهو ده كده عنصر، ده كده التاني، ده كده التالت، ده كده الرابع، يبقى 4 عناصر. اتفقنا؟ تمام. الله ينور. في كده مشكلة؟ صح؟ قلت لكم هي كل حاجة سهلة إن شاء الله، بس أهم حاجة إن إيه؟ بالله عليكم نذاكر أول بأول ونحل بإيدينا. تمام؟ طيب ناخد السؤال الجميل ده. يلا نفكر سوا فيه كده. بيقول لي أنا عندي صاد ضرب س عبارة عن المجموعة دي، اوجد س 2. يا لهوي إيه السؤال الصعب ده؟ صعب ولا حاجة؟ بالراحة. اتفقنا هنمشي بالراحة. طيب احنا اتفقنا ان حاصل الضرب الديكارتي عبارة عن مجموعة من الأزواج المرتبة زي الفل. طيب المسقط الأول قلنا جاي منين؟ ها مين فاكر؟ صح، جاي من المجموعة الأولى. يبقى الواحد اللي هو المسقط الأولاني والاثنين والثلاثة جايين من المجموعة الأولى اللي هي مين؟ صاد. يبقى الصاد بتاعتي عبارة عن المجموعة واحد واثنين وثلاثة. طيب السين دي المجموعة الثانية صح؟ يبقى المسقط الثاني جاي من المجموعة الثانية، يبقى الثلاثة والثلاثة والثلاثة دول تبع مين؟ السين. طب اكتب الثلاثة 3 مرات؟ لا يقولوا عليها عبيط. صح هي مرة واحدة بس ما بكررش. يبقى السين من المجموعة الثالثة. طب لو أنا عايزة أضرب الصاد في سين فعلا تعال كده نتأكد. صاد ضرب السين. يلا يبقى الواحد هتروح مع الثلاثة والاثنين مع الثلاثة والثلاثة مع الثلاثة، يبقى أنا فعلا مطلعة المجموعتين صح. تاني تاني اهو بالراحه. لما يديني حاصل الضرب الديكارتي جاهز وعايزني اطلع المجموعات دايما افتكر كده ان المسقط الاول جاي منين؟ جاي من المجموعه الاولى. والمسقط الثاني ده جاي من المجموعه الثانيه. اتفقنا؟ فهو بيقول لي صاد ضرب س، يبقى معناه المسقط الاولاني ده هو الواحد والاثنين والثلاثه تبع مين؟ تبع الصاد. والثلاثه دي والثلاثه دي والثلاثه دي تبع السين. بس طبعا مش هكتب 3 تلاتات لان اتفقنا في المجموعه ما بكررش الاعداد. يبقى السين اللي انت عايزها عباره عن المجموعه 3. يلا حل السؤال واجري نشوف السؤال اللي بعده. لا هو مش عايز سين، هو عايز سين 2. يعني ايه سين 2؟ يعني س مضروبة في س، أي س ضرب س. يلا يعني المجموعة 3 مضروبة في المجموعة 3. يلا النتيجة يبقى المجموعة 9. ايه ده؟ ايه ده؟ لا احنا كده ما خدناش حصل الضرب الديكارتي. لا حصل الضرب الديكارتي الناتج بتاعه مجموعة من الأزواج المرتبة. 3 دي اخدها مع اللي هنا، الثلاثة دي اخدها مع الثلاثة جوه زوج مرتب. يفتح أقواس مجموعة كده واخد الثلاثة مع الثلاثة جوه زوج مرتب. اتفقنا؟ يبقى دايما مجموعة في مجموعة لازم الناتج يكون مجموعة وجواها مين؟
ازواج مرتبه. اتفقنا؟ ماشي، ركز معايا كده. طيب بعد كده بقى عندنا حاجه سهله جدا قوي، يعني حظكم يعني الرياضه سهله سهله، بس اهم حاجه نعمل ايه؟ نفهمها صح، حل كتير وبايدينا. طيب طبعا الشكل ده خدناه قبل كده. مين الشكل ده؟ دي الشبكه التربيعيه بتاعتي اهو، محور السين اهو، صح؟ وده كان محور الصاد اهو. تمام كده؟ طيب وانا لما عملتش محور س ومحور ص قسم لي المستوى بتاعي، مش عارفه هو زعلان من ايه. سحب خالص، نعمل واحد جديد. طيب الشكل بتاعي لما انا رسمت محور س ومحور ص، قسم المستوى اللي انا برسم فيه لكام جزء او لكام ربع؟ ها، لاربع ارباع، صح؟ ده كده الربع الاولاني، وده كده الربع الثاني، وده كده الربع الثالث، وده كده الربع الرابع. المستوى بتاعي تمام، محور س وصاد بيقسموا لي المستوى لاربع ارباع. ده كده الربع الاول، وبعد كده ده الثاني، وبعد كده ده الثالث، وبعد كده ده الرابع. لو انا مثلا جيت قلت لك النقطه 2 و3، هتقول لي 2 اهي والثلاثه اهي، وبعد كده النقطه 2 و3. لو جيت قلت لك النقطه 4 و1، يبقى دي الاربعه واطلع عند الواحد. لو جيت قلت لك النقطه 5 و5، يبقى الخمسه واطلع عند الخمسه. طيب ملاحظين ايه بقى في الربع الاول؟ قلنا الجزء ده كده هو بتاع الربع الاول، ملاحظين ايه بقى فيه؟ ملاحظين ان السين والصاد دايما موجبين. الله ينور. السين والصاد دايما موجب في الربع الاول. يبقى الربع الاول ده دايما السين موجب ودايما الصاد موجب. وما تحفظش، انت لو رسمت الرسمه في الامتحان كده في 5 دقايق عارف ان ده بيبقى موجب والجزء ده بيبقى سالب، فوق بيبقى موجب تحت بيبقى سالب. الموضوع خلص. وعارف ترتيب الارباع ماشي ازاي، ده اول بعد كده تاني بعد كده ده تالت بعد كده ده رابع. تمام. طيب يبقى الربع الاول السين والصاد دايما موجبين. طب نروح للربع الثاني. لو انا قلت لك سالب 4 و2، سالب 4 يبقى دي سالب 4 واطلع عند الاثنين، سالب 4 و2. لو قلت لك سالب 2 و2، يبقى من سالب 2 واطلع عند الاثنين اهي، سالب 2 و2. لو قلت لك سالب 1 و5، يبقى سالب 1 اهي واطلع عند الخمسه. ملاحظ ايه؟ الله ينور، ان السين سالبه والصاد موجبه. فعلا اهو السين سالبه اهي والصاد فوق بالموجب اهي. لما تلاقي النقطه سالب وبعد كده موجب، يبقى النقطه دي على طول تقع في الربع الثاني. تمام. طيب نتنقل على الربع الثالث. خلاص بقى عرفنا اهو السين مالها بالسالب اهي. تمام. والصاد مالها هي كمان سالب. يبقى ده سالب وده سالب. قلت لك مثلا سالب 5 وسالب 2، يبقى سالب 5 اهي، وتنزل عند السالب 2 وتحط نقطة سالب 5 وسالب 2. فملاحظ ان السين والصاد سالب. يبقى الربع الاول السين والصاد موجب، قصاد الربع الاول في الربع الثالث يبقى عكسه، يبقى سالب سالب، السين سالبة والصاد سالب. نفس الحكايه الثاني كان سالب وموجب، يبقى متوقعين الرابع يبقى العكس موجب وسالب. لو قلت لك مثلا نقطه 3 وسالب 2 اهي، 3 اهي وننزل عند السالب 2 اهي، 3 وسالب 2. نقطه 5 وسالب 5، 5 وسالب 5 اهي، 5 وسالب 5. لاحظنا ايه؟ ان السين دايما موجب اهي، والصاد تحت يعني الصاد سالبه. تمام. قلت لك ما تقعدش تحفظ، انت تخيل المنظر قدامك. اه انت عارف ان يمين موجب، شمال سالب، فوق موجب، تحت سالب، فالموضوع خلص. بقول لك مثلا سالب 2 و4، اه سالب 2 يعني شمال، 4 يعني هطلع يبقى التاني على طول. تخيل شكل كده واحفظ شكل الشبكه التربيعيه في دماغك، كان الموضوع سهل جدا. طيب لو انا جيت قلت لك بقى 5 وصفر تقع في انهي ربع؟ والله انا لسه قايله لك ما تحفظش. حط الشبكة قدامك وشوف 5 وصفر، يعني السين ب5. طب صفر يعني لا هطلع ولا انزل، يعني هتبقى هنا كده.
هنا كده يعني ايه؟ يعني تقع على محور السينات. طب لو قلت لك -3 وصفر، يبقى -3 اهي شمال، ومش هطلع ولا انزل، يبقى هي كده، يبقى برضو تقع على محور السينات. يبقى اي نقطة موجودة على محور السينات هيبقى الصاد بكام؟ بصفر. تاني، اي نقطة تقع على محور السينات على طول يبقى الصاد بايه؟ يبقى الصاد بصفر. اتفقنا؟ طيب لو جيت قلت لك النقطة 0 و5، 0 و5، يبقى انا السين مش هعمل فيها حاجة، 5 يبقى اطلع 5. يعني هنا كده بس يكون واضح. 0 و5. طب لو قلت لك 0 وسالب 2، يبقى من الصفر اهو وانزل عند السالب 2. 0 وسالب 2. معنى كده ان اي نقطة موجودة على محور الصادات السين بتاعتها بايه؟ بصفر. يبقى ما دام النقطة تقع على محور السينات يبقى الصاد بصفر، من غير ما احفظ. ما هي موجودة على محور السينات، لا انا هطلع ولا انزل، يبقى الصاد بصفر. طب على محور الصادات لا همشي يمين ولا شمال، يعني السين هي اللي بصفر. منتهى البساطة. نحل. طيب تمام، يلا بقى نحل كده. حل معايا، يلا مش تعالى. يلا. بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. أول حاجة بيقول لي أي من النقط التالية تقع في الربع الثالث. تخيل كده الربع الثالث يعني ده، يعني هنا إيه؟ سالب وهنا سالب، يبقى سالب وسالب. فين السالب والسالب؟ أهي رقم إيه؟ دي. تمام؟ يلا. 2. يقول لي إذا كانت النقطة أ و3 ناقص أ ملا تقع على محور السينات. يعني إيه تقع على محور السينات؟ يعني لا هطلع ولا أنزل، يعني الصاد بصفر. فين الصاد؟ الصاد ده اللي بعد الفصل، أهي دي الفصل أهي. اللي بعد الفصل ده الصاد، يبقى 3 ناقص أ بيساوي صفر. 3 ناقص كام بيساوي صفر؟ 3، يبقى الألف ب3. يبقى الإجابة بتاعتي رقم دي. تمام، يبقى بتقع على محور السينات، يبقى الصاد بتاعتي بصفر لأني لا هطلع ولا أنزل. أوكي؟ طيب يلا. رقم 3. يقول لي إذا كانت الباء أصغر من الاتنين فإن النقطة باء ناقص 2 و4 تقع في الربع الكام؟ طب بالراحة كده. هو يعني باء أصغر من الاتنين يعني إيه؟ يعني الباء دي أعوض بيها بأي رقم أصغر من الاتنين. 1، 0، -1، أي رقم أصغر من الاتنين. تمام؟ هنجرب مين اللي أصغر من الاتنين على طول؟ الواحد. 1 ناقص 2 هيطلع -1، يعني -1 و4. تمام؟ يعني مين؟ يعني السين سالب والصاد موجب. أو السين سالب، السين سالب يعني شمال أهو. الصاد موجب يعني لفوق، يبقى ده كده الربع مين؟ الربع التاني. طب أنا عايزة أتأكد، خلي بالكم أنا أعوض بين السين أصغر من الاتنين، يعني حاجة صغيرة نشيل منها حاجة كبيرة، كده الناتج يبقى بالسالب. جرب الصفر. 0 ناقص 2 هيبقى -2 برضه، يبقى -2 و4. جرب ايه السالب 1، -1 وسالب 2 يبقى -3. فدايما السين هتبقى سالب والصاد موجبة. طب سين سالبة يعني شمال، صاد موجبة يعني لفوق، يبقى ده الربع الايه؟ الربع التاني. تمام؟ يبقى مهما كان السؤال صعب انا افكر بنبدا يعني عشان افكر بيه وبالراحه واحده واحده. ما دام انا فاهم خلاص اي مساله هتجيلي باذن الله اعرف احلها. طيب رقم 4 بيقول إذا كانت النقطة س-3 و4 ناقص س حيث إن السين تنتمي لصاد. يعني إيه بقى؟ مش فاهم. أنا قلت لكم في الفيديو اللي فات فرقوا بين السين دي وبين السين دي، بين الصاد دي وبين الصاد دي. تمام؟ السين دي عنصر، لكن الصاد دي اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة. خلي بالكم
عشان اقول لكم حاجات بسيطه ايه، بس لازم اكون فاهم كويس عشان ما اتلخبطش. يعني ايه السين تنتمي ايه السين تنتمي لصاد دي؟ مش فاهم. السين دي يعني عنصر، السين بتاعتي اللي هي المسقط الاول، او بمعنى هنا ان السين اللي موجوده هنا وهنا، السين اللي موجوده دي تنتمي لصاد. مين الصاد دي؟ ما دام عاملها لي بالمنظر ده يبقى دي اسمها مجموعه الاعداد الصحيحه. تمام، اللي احنا خدناه اللي هي عباره عن الصفر والاعداد الموجب والاعداد السالب. تمام، ولازم تكون عدد صحيح، ما ينفعش نص وربع، لا الكلام ده غلط طبعا. تمام، طيب هو بيقول لي تقع في الربع الرابع. طيب تعالى نفتكر الربع الرابع ده اول الثاني الثالث الرابع. الرابع يعني ايه؟ يعني السين موجب والصاد سالب. تاني، الربع الرابع صح؟ فشوف فين المفتاح. المفتاح هنا في الربع الرابع. ربع رابع، ده كده الربع الرابع. السين بالموجب، اكتب كده موجب، والصاد مالها لتحت يعني الصاد سالب. فكل اللي انا اعمله هعوض، هي ملهاش حل غير اللي انا اعوض، لان هنا في س وهنا في س. يلا، 2 ناقص 3 سالب 1. 4 ناقص 2 2. هل دي س بالموجب وصاد سالبة؟ لا، يبقى دي كده غلط. طب اعوض بالثلاثة. 3 ناقص 3 صفر. لا انا مش عايزة صفر، يبقى دي كمان غلط. 4 ناقص 3 1. 4 ناقص 4 صفر. محدش يقول 4 ناقص 3 1 يلا هي دي الإجابة، لا. بالراحة، بالله عليكم بالراحة. تمام، يبقى كمان دي مش نافعه لان يديني 4 وصفر، سوري 1 وصفر. 1 وصفر دي مش في الربع الرابع. تمام، يبقى دي كمان غلط. اكيد هي 5. ليه 5؟ تعالى نتاكد. 5 ناقص 3 2. 4 ناقص 5 سالب 1 اهي. فالسين فعلا موجب والصاد سالب، يبقى الاجابه الصح هي 5. اهم حاجه بالراحه بس، وفكر بالراحه. طيب اللي بعده. وقف الفيديو وحل. وقف الفيديو وحل. اتفقنا؟ الرياضة محتاجة حل كتير، إن شاء الله بإذن الله هحاول نحل كتير على قد ما نقدر. نحاول كل درس نحل التمارين اللي موجودة عليه بإذن الله، وأهم المسائل اللي بتيجي. تمام؟ طيب يلا. ماشي، بيقول لي النقطة سالب 2 وسالب 7. سالب سالب أهو. سالب 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 يعني إيه؟ يمين ولا شمال؟ شمال. سالب أهو. كده سالب أهو. وسالب يعني تحت أهو، يبقى الربع التالت على طول. طب النقطة دي تقع على محور الصادات. على طول محور الصادات، يبقى أنا لا همشي يمين ولا همشي شمال، يعني السين بصفر. فين السين؟ المسقط الأول اللي قبل الفصل ده بقى ناقص 5. يبقى الباء هتساوي 5. سالب 5 هتروح الناحية التانية موجب 5. طب أتأكد. تعالى نتأكد. 5 ناقص 5 صفر، والباقي ب5. صفر وخمسة، يبقى صفر هنا واطلع عند الخمس، يعني هنا مثلا كده. يبقى هي فعلا بتقع على مين؟ على محور الصالون. تمام؟ يبقى الباء ب5. طيب رقم 3. يقول لي إذا كان س ناقص 2 وجذر 9 بيساوي سالب 2 وصاد. إيه ده؟ مش بيفكرك بحاجة ده؟ أيوه، برافو عليك. ده بيفكرني بتساوي زوجين مرتبين. زوج مرتب يساوي زوج مرتب، يبقى المسقط الأول يساوي المسقط الأول. هنحلها تحت هنا. يلا، يبقى س ناقص 2 هيساوي سالب 3. سالب 3 ولا سالب 2؟ سالب 3. تمام، سالب 3. والصاد بتساوي جذر 9. طيب صاد بجذر 9 خلاص، يبقى الصاد بتساوي 3. طيب س ناقص 2 بيساوي سالب 3، يبقى السالب 2 دي هتروح الناحية التانية موجب 2. يبقى س هتساوي سالب 3 زائد 2 بسالب 1. يبقى السين بسالب 1 والصاد ب3. يبقى السين سالب والصاد موجب. السين سالب اهي والصاد موجب اهي. يلا الربع التاني. فين التاني؟ يلا. طب انا اتفقت معاك على كده؟ لا كده انا ازعل منه. بالراحه كده، بالراحه، ما تخلوش يضحك عليك في الامتحان. تبقى شاطر وتضيع تعبك ومجهودك بسبب التسرع. هو السؤال عايز ايه؟ بص كده السؤال عايز ايه؟ بيقول لك النقطه صاد فاصله س.
يعني صاد الاول، الصاد اللي هي بكام؟ بتلاتة اهي، والسين اللي هي سالب، يعني موجب سالب، يعني السين موجب والصاد سالب. خلي بالك الصاد والسين دول قيم، دي القيم بتاعت صاد، القيمه بتاعت صاد. لكن دايما احنا عارفين ان اي نقطه الاحداثي الاول بتاعها هو س، والاحداثي الثاني او المسقط الثاني هو صاد. لكن الصاد وس اللي حاططهم لك هنا دي قيم، قيم. فالصاد قيمتها 3 والسين قيمتها سالب 1، يعني النقطه 3 وسالب 1 دي تقع في انهي ربع؟ 3 يعني يمين، وسالب يعني انزل، يبقى الربع الكام؟ الرابع. الربع. طيب ايه رأيكم في، حلوة صح؟ طيب ايه رأيكم في رقم 4؟ قولي النقطة س تربيع وصاد تربيع. الله، مش بتفكركم بحاجة س تربيع وصاد تربيع؟ وانا لو قلت لكم سالب 2 لكل تربيع بكام؟ تقولوا لي باربعة. طب لو قلت لكم 2 لكل تربيع بكام؟ باربعة. الله. سالب 5 لكل تربيع بكام؟ 25. طب 5 لكل تربيع بكام؟ ب 25. ما لاحظتوش حاجة؟ ها؟ برافو. ايوه صح، الله ينور عليك. ان دايما ما دام س تربيع فالناتج دايما موجب. ما دام س تربيع فالناتج دايما موجب، يبقى ده موجب وده موجب، الاثنين موجبين، يبقى ربع اول. الرياضه مش صعبه، الرياضه كل اللي عايزاه في الرياضه اللي انا افهم كويس واقرا المساله كويس وبتركيز، بس مش عايزه اكتر من كده. لو عملت الاثنين دول خلاص كده. بالله عليكم افهموا، افهموا، افهموا. حلوا المسائل بايديكم، ركزوا وانتوا بتحلوا المساله. شوف هو عايز ايه، مش هحل بسرعه، لا بالراحه، بالراحه. اتفقنا؟ في مشكله لحد كده؟ طيب باقي بس جزء اخير، هي مساله بس واحده معلش نخلص بقى من الدرس. اللي هو لو عندي فتره هضربها في فتره، هي سهله جدا يعني، مش مهمه قوي، بس ما ينفعش نكنسل حاجه، لازم كل حاجه نشرحها. تمام، ايه عشان ايه؟ محدش عارف يعني. فهي سهله مفيهاش حاجه. هو كل الحكايه اللي هو بدل ما كان بيديني مجموعه هضربها في مجموعه، هيديني فتره اضربها في فتره. فلما يديني فتره اضربها في فتره، خلاص في قاعده كده نمشي عليها. تمام، عشان نريح دماغنا. ان الفتره الاولى او اول حاجه عايزها يعني ايه؟ هقطعها بالطول. اول حاجه بقطع بالطول. يعني ايه بالطول؟ يعني هقطع كده، كده ده كده اسمه الطول، كده اسمه الطول. تمام. طيب تاني حاجة، ناقص مين بقى؟ ما الطول يبقى ناقص مين؟ العرض. يبقى تاني حاجة بقطع بالعرض. بس بعمل امتى الكلمتين دول؟ لما يديني فترة ضرب فترة. يبقى الفترة الأولى هقطع بالطول، والفترة التانية هقطع بالعرض بس، وشكرا. يلا اول حاجه عايز مين؟ س ضرب ص. السين دي الاولى اهي، يبقى انا هقطع بالطول. السين بكام؟ صفر وثلاثة. طب س بصفر فين؟ اللي هو محور الصاد ده اهو. دي كده س بصفر. تمام. طب س بتلاتة، عند التلاتة واقطع بالطول اهو. تمام. طيب ممكن نظلل كده خفيف. يلا التانية اللي هي صاد هقطعها بايه؟ بالعرض. يلا كده. ها، الصاد واحد هقطع بالعرض، يعني هي عند الواحد ده كده اهو. وثلاثة أقطع بالعرض، ثلاثة بلون خفيف كده. فين الجزء اللي أنا لونته مرتين؟ أهو، هو ده كده. عايزين باين شوية أهو. ده كده الجزء اللي اتلون مرتين. بس بقى كده بيقول لك بين في كل حال. بين إيه بقى؟ هل الاتنين والاتنين دي تنتمي للفترة المشتركة اللي هو حاصل الضرب الديكارتي؟ ما خلاص حاصل الضرب الديكارتي اللي هو التقاطع، اللي هو الجزء اللي أنا لونته مرتين. هل بقى النقطة 2 و2 دي
موجودة؟ تعال نشوفها، دي 2 اهي واطلع عند الاتنين، تبقى موجودة. بصوا كده، ادي 2 اهي واطلع عند الاتنين تبقى هنا كده تقريبا. يبقى فعلا دي بتنتمي. تمام؟ طيب واحد وصفر. خلاص بنتمي لسين ضرب صاد. ها؟ طب واحد وصفر. واحد وصفر يعني السين بواحد، لا اطلع ولا انزل، يعني هنا هل دي جوه الجزء اللي انا ظللته؟ لا. يبقى لا تنتمي، نقول له كده لا تنتمي لسين ضرب صاد. يبقى كل الحكايه الفتره الاولى او اول حاجه اقطعها بالطول، تاني حاجه اقطعها بالعرض بس. طيب تعال نشوف اهي س ضرب س. يلا س ضرب س. السين بكام؟ صفر وتلاتة، يبقى اقطع السين دي اول حاجه اهي، يبقى اقطعها بالطول. صفر س بصفر اللي هو محور الصاد. ثواني. اهو تلاتة، يبقى اجي عند السين بتلاتة واقطع بالطول اهو، واظلل خفيف. طيب السين هتقولي دي سين هقطع، لا انا قلت لك اهي س ضرب س، فسين الاولى دي هقطعها بالطول، سين الثانيه دي هقطعها بالعرض. س برضو كام؟ بصفر وثلاثة. يبقى دي الصفر والصفر. خلاص فين الصفر؟ صفر اقطع بالايه؟ بالعرض. ان دي الثانيه، دي كده س الثانيه فاقطع بالعرض. ثلاثة. واظلل، احاول اظلل خفيف بس كده. فين الجزء اللي اتظلل مرتين؟ اهو مربع ده كده، ده اللي اتظلل مرتين. طب يلا نفس الكلام، اتنين واتنين. الاتنين واطلع عند الاتنين هتبقى هنا تقريبا صح؟ يبقى تنتم. نقول اتنين واتنين تنتم س ضرب س. تمام؟ طيب النقطة التانية واحد وصفر. واحد وصفر، يبقى واحد وصفر لا اطلع ولا انزل، اللي هو هنا كده فعلا موجود في الفترة. بس يبقى ينتمي لس ضرب س. صعبة؟ يبقى كل الفكرة لما يجي لي فترة اضربها في فترة. تمام. اول حاجه بقطعها بالطول وتاني حاجه بقطعها بالعرض. السين الاولانيه دي بقطعها بالايه؟ بالطول. يعني ايه بالطول؟ يعني كده. تمام. هاجي عند الارقام اللي هو مديها لي دي واعمل عندها ايه؟ خط بالطول كده. طب الفتره الثانيه بقى اللي هو مديها لي، مديني هنا صاد، يبقى اقطع بالعرض الناحيه الثانيه اهو كده. شوف عند الرقم هنا واحد يبقى عند الواحد، هنا مثلا عند الثلاثه يبقى عند الثلاثه اهي. تمام. واشوف المشترك ما بينهم واظلل. بس كده. تمام. طيب الحمد لله كده خلصنا الدرس الأول. إن شاء الله الفيديو الجاي هنحل أهم الأسئلة من كتاب المعاصر على الدرس ده. أنا هحل أهم الأسئلة بس عشان إيه ما أضيعش وقت. تمام. أتمنى إن شاء الله أنا أكون قدرت أساعدك. أنت كمان لو الفيديو ده ساعدك ساعد بيه غيرك، اعمل له شير. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك باقي الدروس. نشوفك الدرس الجاي إن شاء الله. مع السلامة.